كان لسوء الشباب. قد تكون هذه الحالة صحيحة، لكن اليوم التطور على مستوى الرايد، بس لو نلف كابتن، التطور على مستوى مباراة الرايد من حيث المستوى من حيث النتيجة، اطمئنان، رسالة اطمئنان للجمهور الهلالي قبيل هذه المباراة. في البداية أحب أوجه كلمة للي يقولوا إنه الهلال أمام الشباب إنه كسب، لأنه لسوء الشباب إنه هذا فقير فنيا ولا يفهم في كرة القدم. حتى لو كان الشباب في قمة مستواه ما أعتقد إنه كان حيكسب الهلال، لأن الهلال كان تنظيمه في جميع الخطوط ممتاز جدا إلى حد كبير وبشهادة مدربهم، ولكن احنا تعبنا يمكن من بعض اللي عنده يكون الفقر الفني ويؤولون فوز انتصارات فريق على آخر بضعف المستوى الفريق الآخر. بالنسبة لمباراة اليوم الهلال أثبت الحمد لله رب العالمين تطور مستوى من مباراة إلى أخرى مع فارق الإمكانيات بين الرائد والشباب واحترامي للفريقين، ولكن مباراة اليوم كانت بالنسبة لنا صعبة، لأنه فريق دائما يعني أنت تخرج من فوز في مباراة ديربي إلى مباراة مع فريق تملك أنت إمكانيات أكبر منه بشكل كبير، يكون هناك تفاوت. ناهيك عن أنه اليوم المدرب بدأ في 8 لعيبة تقريبا أو 7 لاعبين ما بدأوا مباراة الشباب يعني، فهذا اللي كان الموضوع اللي ممكن يسبب لنا مشكلة، لكن الحمد لله أثبتوا لعيبة الهلال أنهم رجال وأنهم قد المسؤولية، فازوا بنتيجة ومستوى كبيرين الحمد لله. على المستوى الشخصي أيضا ليفل عالي من التهديف، مباراة تلو الأخرى اليوم تصل إلى الهاتريك، مستوى جيد في الأهداف على عدد الجولات، تنافس حتى زميلك يعني ويسلي لوبز، هذا رقم جيد بالنسبة للاعب، يعني يعطيك رتم أحلى، يعطيك دافعية أحلى، ولا كابتن؟ الحمد لله رب العالمين، يعني بعد يعني توفيق رب العالمين مجهودات زملائي اللي في الملعب هي اللي يعني تخلينا نتوج يعني الكورة الأهداف يعني، ولكن في النهاية بالنسبة لي أرجع وأقولها يعني إنه ما يهمني قد ما سجل انه قد ما يفوز الهلال، يعني الاهم بالنسبه لي الاول هو الفريق يفوز ويحقق ال3 نقاط، وفي النهايه ان شاء الله يسجل الجول احمد عبده. سؤالي قبل الاخير كابتن، الجمهور في مباراه الشباب مباراه اليوم صراحه ليس على مستوى اللي تعودنا حتى جمهور الهلال، المباراه الجايه هي مهمه، عاده الرساله حينما توجه من قائد الفريق تكون مختلفه كابتن. والله شوف احنا نعذر جماهير الهلال في بدايه الموسم والمباراه المقبله، لكن اعتقد انه الان جاء وقت الحسم في المباراة الإياب أمام ولسان، ولكن ثقة يعني إنه جمهور الهلال راح يكون متواجد، مو بس يقفل استاد الملك، راح يقفل حتى الملز والمباراة من منقولة فيه. المباراة في الملز قصدك العكس؟ العكس، إنه بيقفل الملز وبيمتلي الاستاد في نفس الوقت يعني من كثافة الجماهير الهلالية، هذا اللي عودونا عليه، وبإذن الله نحن راح نفرح يوم الأربعاء جميعا إن شاء الله. آخر سؤال كابتن، سيناريو يتكرر قبل موسمين، الهلال في إيران يقدم مستوى جيد، المباراة التي أصبت فيها وكان في ضربة جزاء، مباراة الإياب اختلف الهلال لم يقدم شيئا لذلك خسر، من ترجع له الذاكرة من قبل الجماهير لهذه المباراة ويخشى تكرار السيناريو؟ أمر طبيعي، هو تكرر السيناريو إذا تكرر الله لا يقوله يعني، فهو أمر طبيعي، هذه كرة قدم في النهاية. احنا نستعد للمباراة ونقدم لها كل شيء ونحاول نجتهد والتوفيق بيد رب العالمين، لكن بإذن الله بإذن واحد أحد إنه السنة هذه راح يختلف بإذن الله. يعطيك العافية كابتن، في واحد صغير بيسوي معك. الله يعطيك العافية. شكرا الكابتن ياسر القحطاني قائد الفريق الهلالي، من جديد هذا يبدو أكثر يعني أبرز ما لدينا.